جاي احكي لك النهارده عن اكتر فريق مصري انا شفته محظوظ في حياتي. قبل اي حاجه لايكك واشتراكك والجرس اللي هيترن في اليوتيوب كل ما تنزل حلقه من حلقاتنا، عشان عايزين نكبر القناه شويه. ويلا بينا. النادي المحترم ده هو نادي المريخ البورسعيدي، وعشان اريحك هو نادي معهوش اي بطوله. وطبعا كلنا عارفين انه الاخ الصغير للمصري في بورسعيد، لكن اللي مش عارفينه انه كمان الاخ الصغير لنادي المريخ السوداني. ازاي؟ حكايتنا بتبدأ في 1952 في مدينة بورسعيد، لما ناس من الجالية السودانية قرروا ان هم يعملوا نادي رياضي ليهم. الناس دي كانوا بيشجعوا نادي المريخ السوداني اللي اتعمل في 1927، وبالفعل النادي اللي هم كانوا عايزين يعملوه في بورسعيد اتعمل واتشهر كنادي رياضي في 1957. لكن فريق الكورة اتعمل في موسم 74 75، وطبعا بدأ في الدرجات الأقل في الدوري المصري، لكن في الأساس هو كان المفروض هيتعمل عشان استراحة الجالية السودانية اللي قرروا بعد كده زي ما قلت لك ان هم يعملوه نادي اجتماعي ليهم لغاية موسم 86 87، واخيرا الفريق يصعد للدوري الممتاز على ايد مدرب برازيلي اسمه بالتراو. والنادي فضل في الممتاز كذا سنة ورا بعض لغاية هنا 100 فل و10. لكن الفريق ده قعد في الدوري لكذا سنة بشكل درامي يرتقي ان احنا نقول ان ده اكتر فريق مصري محظوظ زي ما قلت لك في اول الفيديو. مثلا في الموسم اللي صعد فيه في 86 87 الفريق ده كان في المركز العاشر ب 18 نقطة، والفرق بينه وبين اللي قبله اللي هو كان منتخب السويس في المركز ال 11 نقطة واحدة بس، يعني ما هبطش. في الموسم اللي بعده 87 88 برضه كان في المركز العاشر ونفس فرق النقطة، بس المرة دي عن نادي غزل دمياط. هنا ممكن نقول عادي وبتحصل. الامر برضو ده اتكرر في موسم 88 89، لكن المره دي الفريق كان في المركز ال11، يعني خلاص رسمي المفروض يهبط. بكلمك عن فريق جاب 5 نقط بس طول الدوري، واسوأ خط هجوم واسوأ خط دفاع، يعني مفيش مفر المره دي من الهبوط. لكن اتحاد الكوره يتدخل وزود فرق الدوري من 12 فريق ل 14 فريق في الموسم الجديد عشان نجاة الفريق ده المرة دي تكون معجزة حقيقية. نيجي بقى للموسم اللي بعده 89 90، والفريق بيحتل المركز الأخير، يعني المرة دي خلاص احنا دلوقتي في الأسبوع ال 12 والفريق معاه 5 نقط بس برضه زي السنة اللي فاتت. صدق أو لا تصدق الدوري ما يكملش المرة دي والنتائج كلها تتلغي. الصراحة أنا معرفش إيه نوع الحظ ده. موسم 90 91 وهنا في كعبلة حصلت، وهي إن الموسم اللي فات لما اتلغى زاد عدد الفرق ل 18 فريق، يعني المرة دي 6 فرق هتهبط عشان يرجع 14 فريق تاني زي ما حكينا، والمريخ صاحبنا يفنش في المركز ال 12، اخر مركز في الدوري قبل الهبوط وبفارق 4 نقط بس عن المنيا اللي هبط. الفريق وضعه يتحسن وفي 91 92 يفنش تاسع، والموسم اللي بعده 92 93 يفنش عاشر، عشان في 93 94 يهبط الفريق لاول مره منذ تاسيسه، عشان بعدها في 96 97 يصعد ويهبط للمره الاخيره. ابقوا قولوا لي لو لقيتوا اي فريق تاني محظوظ بالشكل ده تفادى الهبوط بشكل درامي واكتر من مره مش مره واحده بس.